تعالي نجربيها وادعيلي، حاجة تجنن. هتجربيها مرة هتعمليها كل يوم من سهولتها وبساطتها، بدون بيض بدون حليب. عملنا الجمال ده وكله في صينية واحدة وبدون مواعين كمان. يلا بينا. اول حاجة نسمي الله وننزل في الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة في الصينية بتاعتي اللي انا هدخلها الفرن، هجيب كوباية ونص من الدقيق بكون نخلهم حلوة قوي، هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام بالشكل ده كده، وبعد كده هنزل عليهم كمان بكوبايه من السكر الحبيبات العادي خالص، بس طبعا يفضل سكر يكون حبيباته ناعمه او حبيباته صغيره. وهنزل عليهم كمان بتلت كوبايه من الزيت، ويفضل زيت يكون نوع جيد عشان الريحه والطعم. هنزل هنا بقى معلقه كبيره من البيكنج باودر او باكيت كامل من البيكنج باودر، عليه معلقه كبيره من الخل. اول ما يعمل التفاعل ده معايا، وده مهم جدا، شايفين الفوران ده اهم خطوه عندي، ورشه من الفانيليا. والخطوه الجايه بقى كوبايه ميه دافيه، كوبايه ميه دافيه مش سخنه قوي ومش بارده قوي، ميه دافيه. هبدا بقى اخلط كل المكونات بتاعتي بالشكل ده كده، وبكده الكيكه بتاعتي خلصت وفي ثواني، يعني في حاجه واحده، في صينيه واحده، مفيش مواعين، ما وسختش حاجه خالص. هتعمليها وهتطلع احلى كيك هتكوني عملتيه. تعمليها وتجربيها، بس لازم تدعيلي دعوه حلوه. احلى كيكه بجد هتجربيها بدون بيض بدون حليب، هتعملي حاجه كده تحفه. عندي بقى الكيك بقى عندي بالشكل ده مع التقليب المستمر، قلبته بتاع 5 دقايق كده، بكون مشغله الفرن على درجه حراره 180. شايفين قوام الكيك ولونه؟ والله يتاكل ني، ريحته تجنن. بعد كده بجيب الاسباتيولا بتاعتي وامسح الاحرف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ما عندكيش اسباتيولا، بمنديل مطبخ باي حاجه، المهم ان انا انضف الاحرف بتاعه الصينيه عشان انا هدخل الصينيه الفرن. بدخلها الفرن على درجه حراره 180، تاخد معايا حوالي 40 دقيقه، بتطلع بالجمال ده، هشه جدا. شايفين ارتفاع الكيك؟ شايفين لون الكيك؟ انا بحاول اصور لكم ارتفاعها كمان، تحفه تحفه تحفه. ريحتها وشكلها وطعمها استحاله تقولي دي مش عليها بيض او مش عليها حليب. حلوه حلاوه ما حصلتش. في المرحله دي بقى بركنها على جنب كده تبرد معايا، وهنجهز مع بعض اسهل صوص شوكولاته هتحطيه على الوش. هتجيبي البوله بتاعتك، هتحطي فيها 6 مكعبات شوكولاته، انا استخدمت شوكولاته خام بالحليب، وهنزل عليهم بنص فنجان حليب مغلي او لبن مغلي، نص فنجان لبن مغلي. عندك بقى قشطه حطي معلقتين، مش عندك حطي معلقه زبده، ما عندكيش ما تحطيش حاجه خالص، وهتطلع تحفه. بقلب كل الخليط ده في اللبن السخن بدون معايا بسهوله خالص، مفيش اي مشكله. بقى عندي بالقوام ده، بركنه لما يبرد عندي تماما. لو وصلنا لغايه هنا ما تنسيش تنزلي في الكومنتات تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انتي تاخدي الاجر وانا اخده معاك، يعني نستفاد، نتفرج على حاجه حلوه ونستفاد كمان باجر حلو كده من ذكر ربنا. وزي ما انتم متعودين نذكر ربنا دايما طول ما احنا شغالين، والله الحاجه بيكون فيها بركه ما حصلت. جربوها بجد بجد بجد، يعني احلى حاجه اولا تاخدي اجر، الحاجه بقى فيها بركه، تستفادي بوقتك اللي انتي واقفاه على رجليك بتعملي حاجه حلوه. نزلت بقى يعني شفتوا صوص الشوكولاته لما سبته برد شويه تقل بقى ازاي؟ نزلته وسويته عندي كده بالمعلقه على الوش. طعمها ريحه الشوكولاته مع كيكه الشوكولاته خطيره. عندي بقى هنا شوكولاته بيضه بالمقشره البطاطس، ببدا ان انا ابشرها بالشكل ده كده على وش الشوكولاته. مش حابه تحطي حاجه خالص مفيش اي مشكله، انا حبيت بس كده اكسر اللون. تحفه. احلى كيك هتجربيها مره هتلاقي كل يوم قايمه تعمليها، لانها سهله وبسيطه مش مكلفه، ومقاديرها سهله جدا. وتقدري تستغني كمان عن صوص الشوكولاته اللي احنا حاطيناه، تقدري تستغني عن اي حاجه، وممكن تحطي عليها اي صوص انت بتحبيه. بقطعها بالشكل ده كده. عايزه اوريكي بقى الصينيه هنا مش لازقه اي حاجه، عشان الناس تقولك لا ده هتلزق في الصينيه، مفيش حاجه لازقه خالص نهائي معايا. الكيكه تحفه، الصوص الشوكولاته نازل كده فيها وطعمها روعه. جربيها تعجبك جدا جدا جدا. طبعا عايزه لايك حلو، الوصفه تستاهل لايك حلو، تعملوا لايك وتعملوا شير كتير علشان الكل يستفاد، وننزل في الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. شايفين قطمه المعلقه كده في الكيكه؟ لازم يبقى ليها لايك. اشوفكم في فيديو جديد.